حبيب الروح. مين هو حبيب الروح يا ياسمين؟ لا قولي زي ما قلتيها زي ما لنا، قلت زي ما انا هقولها ورزقي على الله وخلاص. قولي يا بصوا بنتي. يا جماعه انا ما اتفضلي. بحبش ان انا اتعمق في الكلام، طبعا ان انا درساه وعارفه، انتوا عارفين طبعا معلوماتي الرهيبه طبعا. بس انا عايزه اقول لكم بجد على حاجه، ده بجد بقى. كل انسان في الدنيا له سول ميت، حبيب روح، ممكن تقابليه وممكن لا. في معتقدات وفي ايمانيات احنا ملناش علاقه بيها، بس لكل انسان حبيب روح متصل بالقرين اللي بيكون معاه. انت ممكن ان انت تتجوزي احلى راجل في الدنيا، اشيك راجل في الدنيا، اجمل راجل في الدنيا، البرفيوم بتاعته بتبقى مسمعه لاخر الشارع، الطباع تحفه، بس انت قافله. ده ممكن ما يكونش فيه اتصال روحاني. وبعدين على فكره بتختلف من شخص لشخص. لو رحتي لدكتور طاقه هيقول لك انت روحانيتك وطاقتك عاليه قوي، في واحد يقول انت مطفيه قوي، في واحد يقول انت واقعيه قوي، حد يقول انت خياليه قوي. بس لازم يا جماعه قبل ما تتجوزوا، اللي اتجوز خلاص الفاس وقعت في الراس، حاولي بقى تقلبيه يبقى حبيب روحك، حاولي تخليه حبيب الروح. انت في حتتك. انما اللي لسه ما اتجوزتش، نصيحه لما تيجي تتجوزي، اتجوزي حد يكون شكله مقبول، ده اهم حاجه. بس تاني حاجه ان هو يكون متصل روحانيا بيكي. الروحانيه دي اللي هو الراحه النفسيه، انا ببسطها لكم اهو. الروحانيات دي اللي هي الراحه النفسيه اللي انت بتبقي فيها مرتاحه. وعلى فكره ايوه انت بتقولي لي انا بحب جوزي، يعني بوسي ما شاء الله دايما بتقول انا جوزي ومش عارفه ايه وكده. فانا عايزه بجد اسالك بقى، هو انت لما جيتي حبيتيه بغض النظر عن شكله وعن شغله وعن ما حسيتيش ان في ده حبيب الروح طبعا؟ تواصل. ايوه، ما حسيتيش ان في تواصل، او ما حسيتيش ان انت في راحه نفسيه، او ان انت وانت قاعده معاه في حاجه كده ربطاكوا؟ اكيد. ما هو دي لازم حقيقة. يا ياسمين، مستحيل واحده ست هتتجوز واحد وهي مش مش حبيب حاسه الروح. براحه نفسيه. لا طبعا الكلام ده يا غير صحيح. سلام. لا لا غير صحيح طبعا. هيجوزين ثانيه واحده، هيخليها بالجواز بالعافيه. يا جماعه الاختيار ان انت شايفاه كويس حاجه، وان انت تكملي عيشه معاه ده حاجه ثانيه خالص. طب سؤال يا ياسمين، معلش سؤال، معلش يا ريت، سؤال يا كترت كده عليا يا جماعه ولا كده ماشي. ما انت رحتي للدكتور وعملتي ابحاث. بصي دلوقتي انا لقيت حبيب روحي، انا لقيت حبيب روحي، هل حبيب الروح بقى اللي انا لقيته ده انا ابقى حبيبه الروح بالنسبه لي؟ ما هو يا جماعه هما اتنين اكن وجهان لعمله واحده، هي عمله واحده، ملك وكتابه. ياسمين لو انت حسيتي نفس الاحساس، انا عارفه انت هتقولي ايه، لو انت حسيتي نفس الاحساس بتاع الملك، الكتاب هيحسه على طول. وهي بتاعت الملك والكتابه. نعم. انا عايز اشوف رايي جدودنا يعني واهالينا، لا كانت طلاقات ولا كان في حبيب روح، كان الراجل بيتجوز الست ويفضل معاها. هو ده حبيب الروح بقى بتاعهم اللي هو زمان، وما كانش فيه طلاقات. حتى الستات زمان هو ده. عشان ما كانش فيه طلاق، لو قعدتي مع تيتا دي او تيتا دي، في تيتا تقول لك انا وهو كده لما راح مني كنت عايزه انزل معاه في القبر، في حد تقول لك عذبني ربنا يرحمه، هو النصيب. ربنا يبسبس خليني اقول الدنيا. هو ده النصيب. انا بشوف ان ده موضوع نصيب. النصيب حاجه، النصيب حاجه والرزق حاجه. لا الجواز اسمه ونصيب. ايوه النصيب حاجه ورزقك الحلو او حظك يا الحلو. ياسمين. ايوه الطيبات للطيبون والطيبون للطيبات. بس على فكره الايه دي عشان بس الناس فاهمه غلط، في ناس كتيره جدا، انا مش هتعمق في الدين والشيخه ديجيتال مش معانا النهارده، بس انا عايزه اقول حاجه، ان الطيبون للطيبات في ستات كتيره جدا كويسه، او رجاله كتيره جدا كويسه، للاسف بيبقى حظها. فالايه ليها تفسير، انا مش عايزه اتكلم. الطيبون للطيبات بلاش نتكلم في الدين. لا، والخبيثون الخبيثات دي في حاجات، لكن ان جنرال لا، ممكن تبقى واحده زي الفل وربنا موقعها في واحد يعني. اقول